هلو، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات. مع انكم ما شفتوش الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات، هل ده لان انا مش مصوراه في الشمس ولا ايه؟ مش عارفه. بس اوعدك ان الفيديو ده بجد هيغير حياتك، فعشان خاطري هاتوا حاجه سخنه وتعالوا بقى نتكلم مع بعض، او ممكن وانتي قاعده تعملي اي حاجه كده تقعدي تسمعي الفيديو ده، عشان بجد بجد ان شاء الله اوعدك انه هيبقى الفيديو ده سبب في انه حياتك تتغير، او انتي ممكن تشوفي رساله ان هو يغير حياتك. Welcome to شيماء دايريز. بنات، الفيديو ده هيبقى very personal. I will share حاجات فيه انا عمري ما حكيتها عن حياتي، عشان بجد تستفادوا منها، عشان I believe ان انتي في اي وقت في الحياة تقدري تبدأي من الصفر. هحاول على قد ما اقدر ان انا اتكلم عربي في الفيديو ده، بس هتوعديني في اخر الفيديو انه تتعلمي انجلش. يعني مش عشان خاطر انا بتكلم انجلش، عشان مهم انك تتعلمي انجلش، وهكلمكم عن ده في الفيديو. بس تعالوا نبدأ. الفيديو ده هيبقى شوية بريفلكت بجزء كبير قوي على حياتي، فهناخدوه كده كأنه احنا بنحكي قصة مع بعض، وان شاء الله هيفرق معاكي، انا متأكدة. طيب انا هبدأ لكم خالص من ابتدائي. تمام. وانا في ابتدائي كنت في مدرسة حكومة. انا طول عمري كنت مدارس حكومة، وهحكي لكم ده. فوانا في ابتدائي كانت المديره بتاعه المدرسه تعرف بابايا، فكنت متدلعه قوي لحد مثلا رابعه ابتدائي كده. كنت متدلعه قوي قوي في المدرسه، ولدرجه ان انا مثلا كنت لما بزهق بروح اقعد في مكتب المديره بتاعه المدرسه. فكانت لحد رابعه ابتدائي حياتي كويسه نوعا ما كطفوله يعني في المدرسه، وكنت شاطره قوي، كنت بطلع من الاوائل، فكان تمام. لحد ما نقلنا بيت تاني. وانا بكلمكم يعني في الفيديو ده على فترات حياتي المختلفه، ازاي انا بدات فيها من الصفر، ونقدر نرفلكت او نشوف ده بقى ازاي ان احنا ممكن نتعلم منه، عشان برضو انت كمان تبداي من الصفر عادي جدا في اي مرحله في حياتك. فنقلنا بيت تاني، فنقلنا من المدرسه دي، نقلت من المدرسه دي، ولحد دلوقتي انا عمري ما هنسى الاذى اللي انا تعرضت له في المدرسه دي. بس انا كنت دايما ببقى عايزه ان انا ما اقفش، او ان انا عايزه طول الوقت ان انا ابقى بكمل، يعني اللي هو انا مفيش حاجه هتوقفني. فروحت المدرسه دي. اول ما رحت ما كانش عندي صحاب خالص، ما كانش حد عايز يصاحبني اصلا، لدرجه ان انا كنت بوريهم الشهادات بتاعتي وازاي ان انا كنت شاطره وازاي ان انا كنت من الاوائل. المدرسه دي اكتشلي كنت بتعرض فيها العنف يعني. وعمري ما هنساه على فكره. وانا صغيره عمري ما هنسى ان انا قلت في يوم ان انا هبقى ناجحه قوي في حياتي، وان انا هقول للمدرسين دول ان انا دلوقتي انجح منكم يعني وكده. بس المهم انه المدرسين دول كانوا بيدوا دروس، دروس خصوصيه. فانا ما كنتش باخد معاهم، كنت متعوده اخد مع مدرسين مدرستي القديمه. فهم كانوا اللي هو بيعاملوني معامله سيئه جدا، وما كانش حتى عايز يصاحبني في الفصل عشان انا مش باخد مع المدرسين دي. فبقيت بعمل ايه؟ حكيت يعني لمامتي، وهم شافوا قد ايه انا بتعرض لعنف وكده، فقرروا ان انا هاخد دروس مع المدرسين دي لوحدي برايفت، وندفع لهم فلوس اكتر عشان ان هم يهتموا بيا او كده. فبدا ان انا وضعي الدراسي يتحسن، بس at the same time ما كانش عندي صحاب خالص، يعني ما كنتش عارفه اعمل صحاب. فبدات شويه، انا كان قدامي طول الوقت خيارين في حياتي، ان انا يا اما اصاحب الشله الفاشله، يا اما ان انا ابقى مع الشله الشاطره في المدرسه. وانا كنت متعوده ان انا ابقى في الاذاعه المدرسيه وبلعب موسيقى وكل الكلام ده. فبدات ان انا اتصاحب على البنات اللي بيعملوا كده، و يعني اشكر فيهم، فاهمين قصدي؟ اللي هو اقول لهم طب ممكن تعلموني، طب ممكن تعرفوني ازاي ادخل، انا ممكن اتعلم منكم. وعشان انا عايزه اتصاحب عليهم، انا عايزه ابقى احسن. فاتصاحبت عليهم، وفعلا هم علموني، وبقيت ان انا في الاذاعه المدرسيه، وبقيت ان انا بلعب موسيقى، وحياتي الدراسيه بدات تتحسن بكتير قوي، ورجعت تاني شاطره في المدرسه دي، واللي هو بقيت مشهوره وكده. وفي اخر سنه في الابتدائيه، في 6 ابتدائي، كنت بجري وبلعب في الوقت بتاع الفسحه، دراعي اليمين اتكسر وقبل الامتحانات. ومع ذلك انا طلعت الاولى على المدرسه، ما كانش حد مصدق يعني، لدرجه ناس كتيره قوي اللي هو غارت وقتها. طلعت الاولى على المدرسه، طلعت من الاوائل على المحافظه، وقتها اتكرمت وخدت لابتوب من المحافظ، علشان خاطر كان وقتها لابتوب سيمنز اللي هو حاجه كبيره يعني، ما كانش لسه الماك بقى قوي وكده. علشان خاطر انا كنت من الاوائل على المدرسه. وبعدين انا كنت حاطه هدف قدامي وانا صغيره، ان انا عايزه ادخل مدرسه متفوقين. المدرسه دي كانت مشهوره قوي انها بتاخد من مجموع عالي جدا، انا كنت جايبه وقتها 98%، فكان ده التشالنج اللي قدامي. والحمد لله جبته يعني، وجبت المجموع بتاع المدرسه دي، وهي بتاخد عدد قليل قوي.
ومعظم الناس اللي بتاخدهم من مدارس خاصه، مدارس فرنسيه، مدارس لغات. فكنت وقتها اللي هو انا تقريبا انا واتنين تلاته اللي هم جايين من مدارس حكوميه. وبعدين لما دخلت المدرسه دي حسيت بالجاب اللي موجوده ما بيني وما بين البنات اللي موجوده. فكانوا البنات دول اولا مش عايزين يصاحبوني عشان انا البنت اللي جايه من مدرسه حكومه، ثانيا انا مش بلبس شبههم، فهم شايفين ان هم بيلبسوا احسن وبيلبسوا براندز وكده، وانا مش بعرف البس قوي لسه. وهم برضو شاطرين وشايفين ان انا شاطره وجايه من مدرسه حكومه، فازاي انتي شاطره وبيتكلموا انجليش احسن مني، وعارفين حاجات، عارفين مثلا مغنيين انا مش عارفاهم، ودي كانت الشله الشاطره يعني، عارفين حاجات انا مش عارفاها وبيقروا كتب وكده. وانا كان قدامي طول الوقت التو اوبشنز، يا اما ان انا ابقى مع الشله اللي بتقعد في الاخر اللي ممكن يبقوا بيصاحبوا وحياتهم يعني مقضيينها، يا اما ان انا ابقى من الشله بتاعت الناس الشاطره اللي انا عايزه ابقى شبههم، وان انا شايفه ان هم احسن مني في حاجات والحاجات دي انا عايزه اطور فيها من نفسي. فهنا برضو انا كنت حاسه ان انا ببدا برضو من الصفر، انا مش شبه الناس دي. فبدات ان انا اتكلم مع مامتي انه انا عايزه البس شبه ما هم بيلبسوا، وعايزه احسن من طريقه لبسي وهكذا. وهفضل ممتنه على فكره لده، لان انا حاسه ان هم كانوا سبب كبير قوي في ان هم يعلموني ازاي ان انا البس احسن كمحجبه وقتها يعني. فبدات اتكلم مع مامتي، فمامتي قالت لي لا يعني دول بيلبسوا لبس اللي هو براندز وغالي قوي ومش عارف ايه. طب قعدت بقى نيجوشيت مع ماما كده اللي هو طيب انا الحاجات مثلا ممكن ما اشتريش لبس كتير، بس ابقى بشتري الستايلز اللي هم بيشتروها من الحاجات دي. وفعلا بدات واحده واحده ان انا ابقى بلبس زيهم، وبدات واحده واحده ان انا اتكلم معاهم برضو انه مثلا اروح اقرا في الحاجات اللي هم بيتكلموا فيها، اروح اشوف الحاجات اللي هم بيشوفوها، ابدا اعرف هم بيعملوا ايه وابدا اتعلمه واتكلم معاهم فيه. والشله دي يعني لحد دلوقتي في منهم ناس كتيره قوي لسه هم صحابي. وبرضه في اعدادي عدت والحمد لله بجد كنت من صحاب من الصحاب دي. وبقول لنفسي دايما ان انا لو حاجه انا محظوظه فيها هي ان انا دايما كنت بختار الصحبه الصالحه. ودي حاجه انت لازم بجد تاخدي بالك منها قوي 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 في حياتك، ان انت موضوع الصحاب ده هيفرق في حياتك 180 درجه. يعني ما ينفعش بجد ان انت يبقى حواليكي صحبه مش بتزقك لقدام، او صحاب بيقعدوا يتريقوا على الناس اللي هي بتزقك لقدام وانت تقولي لا انا عايزه افضل مع الناس دي. مش هتتقدمي يعني، ما تتوقعيش ان انت كده حياتك هتتغير، او حياتك ان انت فعلا هتروحي حته احسن. يا اما تبعدي عن الناس دي، يا اما تبداي تشوفي صحاب احسن. فالمهم في ثانوي دخلت برضو جبت 95%، لا جبت 96% في ثانوي وفي اعدادي قصدي. ودخلت مدرسة متفوقين برضو كانت معروفة جدا، ودي كانت على مستوى بقى المحافظة كلها. كانت هي مدرسة المتفوقين مش اي حد خالص بيدخلها، الناس حرفيا الدحيحة يعني اللي هم النيردز. فاول سنة كنت مع صحابي بتوع اعدادي معظمنا دخلنا المدرسة دي. فكان تمام يعني كلنا في مستوى بعض. لما دخلت بقى تانية ثانوي كان قدامي برضو الاختيارين، ان انا ابقى مع الصحاب اللي هم مش شاطرين قوي، واللي هم على فكره انا كان مستواي وقتها شبههم، يعني اللي هم شاطرين بس مش اللي هم بقى التوب تمام، اللي هم بقى بيتكلموا انجلش حلو قوي وفظاع وعندهم بقى وبيشاركوا في ستودنت اكتيفيتيز وبيعملوا حاجات بره المدرسه وهم في حته تانية. فانا لما شفت الشله دي هم كانوا في اول صفين، فضلت احارب لحد ما قعدت في تاني صف ورا الشله دي. منهم ريم صاحبتي، هي دلوقتي ما شاء الله درست طب وبتدرس في يو كي ماسترز. وانا كنت بشوف ريم كنت بقعد اقول انا عايزه ابقى صاحبه البنت دي. وكلنا يعني الحمد لله كل حد في حياته في حته كويسه قوي دلوقتي. بس كان المختلف ان هي كانت بتتكلم انجلش تحفه، كانت الاكسنت بتاعتها خطيره. وانا كنت بشوفها بقى اللي هي بتشارك في حاجات تبع يونيسف ومش عارف ايه، فانا اللي هو انا هبقى صاحبه البنت دي يعني. انا بجد عايزه اتعلم منها، لان انا حاسه ان هي عندها حاجات ممكن تخليني شخصيه احسن، وهي شاطره جدا، فهنبقى بنشجع بعض وتزقني. وفعلا الشله دي كانت صعب جدا ان حد يدخل ما بينهم، لان هم صحاب من اعدادي كانوا في مدرسه برضو ثانيه، مدرسه متفوقين تانية. فلما دخلت ثانوي فضلت ان انا احارب عشان ابقى وسط الشله دي. عارفين اللي هو طرزان علموني، اللي انا كنت بجد بقعد اقول لهم علموني، طيب قولوا لي الكتب ان انا اقراها. انتوا عارفين ان انا كمان مثلا كانت مامتي بتوديني مكتبه اسكندريه، كانت مامتي بتخليني اخد كورسز كمبيوتر وقتها وانجلش بس على خفيف قوي وكده. فكنت بقعد احكي لهم عن ده، فبقيت شخص انترستنج بالنسبه لهم ان انا يعرفوا عني او يعرفوا انا بعمل ايه في حياتي، وبقوا من اقرب صحابي وكانوا في فرحي ففكره الصحاب دي حاجه بتاثر قوي قوي قوي. وتيجي الخبطه في ثانويه عامه، كان عندي حلم ان انا ادخل يا اما طب بشري يا اما صيدله. وانا كنت دحيحه يعني، كنت شخص نيرد بيجيب درجات تحفه، لدرجه ان انا في الفيزيكس وكده في الفيزياء
المدرس بتاعي اداني شنطه فيها كل الحاجات بتاعه الطب، ويعني كرمني قدام بجد، كانت الناس كتيره قوي يعني، وكرمني قدامهم وقال لي انت هتبقي دكتور. فيعني كنت بجد والمضحك في الموضوع ان انا على فكره ماده الفيزياء دي هي الماده اللي نقصتني اصلا، يعني هي دي الماده اللي وقعتني، نقصتني 6 درجات فوقعتني. فالمهم هختصر لكم القصه يعني، بس نقصت في، يعني كان فاضل لي على صيدله نص درجه، وجبت 96. كانت صيدله بتاخد 96 ونص. فانا وقتها يعني انا فاكره ان انا كنت حاسه ان انا حياتي دي اتدمرت، انا هدخل طب بيطري، انا اصلا ما بحبش الحيوانات، ما بعرفش اتعامل مع الحيوانات. الكليه بتاعتي ما كانتش في المحافظه بتاعتي، كانت في محافظه تانية جنبها، فكنت هروح واجي بالباص كل يوم ساعه ونص، وكانت في قريه والوضع كان بجد مختلف تماما، الناس مش شبهي، كنت بجد كارهه حياتي حرفيا. انا عمري ما هنسى ان انا رحت الاورينتيشن وانا يعني اللي هو انتوا مين، انتوا مش شبهي، انا ايه اللي جابني وسط الناس دي، وصحابي كلهم دخلوا طب وصيدله، وانا اللي هو انا بجد ليه حصل لي كده؟ يعني كنت حاسه ان حياتي حرفيا انتهت، يعني انا قعدت بعيط طول الصيف ده، وكنت حاسه انه انا ازاي ده حصل لي، والناس وقتها ما كانش عندها اويرنس خالص بالطب البيطري. ودي نقطه مهمه جدا عشان دي اللي هتخليني ابدا من الصفر حرفيا، الناس ما كانتش مدركه يعني ايه طب بيطري. فانا قعدت اقرا كتير قوي وافهم عن الطب البيطري واشوفه بره مصر وكل الكلام ده، وبدات احبه، يعني بدات افهم انه لا، المجال ده حلو قوي، وانه المجال ده فعلا فيه مستقبل، وانا ممكن اعمل فيه حاجه واغير فيه حاجه. كنت وقتها بشارك في ستودنت اكتيفيتيز وكده في مكتبه اسكندريه، فكنت بشوف ان طلبه طب وصيدله دايما بيتكلموا عن كلياتهم، ودايما بيشجعوا الناس، وعندهم ستودنت اكتيفيتيز مفيده قوي قوي، اللي هي الانشطه الطلابيه مفيده قوي قوي للناس. بس طب بيطري ما كانش فيها، كان حرفيا الانشطه الطلابيه اللي فيها كانت حاجات هلس، يعني بجد كانت حاجه يعني انا عمري ما هنسى يعني. كانت هو كده كان في اسرتين هم اللي مسيطرين على كل حاجه، والاسرتين دول اللي كانوا بيعملوه في حياتهم ان هم كانوا بيعملوا حاجه اسمها فان داي. فالفان داي ده عباره عن ايه؟ عن غنى بقى ورقص ومش عارف ايه وكده، ومحدش اصلا في دماغه يعمل اي حاجه، والاسرتين دول كانوا مستحوذين على الموضوع عشان هم كانوا ماسكين بساط الكليه وقصه يعني، وانا بنوته لوحدي صغيره مش طايقه حد ولا طايقاهم ولا طايقه اللي بيحصل ده، منتهى العبث يعني. فالمهم اني دخلت الكليه، قلت انا ماليش دعوه باي حد، وهم بقى ايه كانوا واخدين كده صف انه انتوا اي حد بيدخل الكليه لازم يبقى في الاسرتين دول، هو كده يعني، هو باي ديفولت انت لازم تدخل في الاسرتين دول. وانا كده قعدت اقرا السين كده من بعيد، طب الناس دي ليه بتشيل، وليه هم يعني بيشيلوا مواد وفي منهم مدبلر بقى كام سنه فانا مش عايزه ابقى وسط الناس دي. فالمهم انه دخلت الكليه في اول ترم ده، كنت دحيحه جدا، وكنت بحب قوي ماده البايوكيمستري، فالمعيده شافتني فكان في مؤتمر هيتعمل للماده دي، فانا قلت طب ليه انا ما اخدش ده، ان انا اللي اليد الموضوع ده، وانا بحب قوي فكره الايفنتس وكده، فليه ما اخدش الموضوع ده ان انا انظمه، وانه اغير بيه صوره الطب البيطري، وابدا ان انا اعمل حاجه تخلق توعيه عن المجال ده. انا حرفيا لوحدي، ما عنديش صحاب غير تقريبا صاحبه او اتنين، يعني معروف ان شيماء مش مننا، مش من الكوميونتي دي، وعايزه بقى اغير كل ده، وعايزه اعمل حاجه شبه اللي بيتعمل في طب وصيدله. وبدات ان انا اتكلم مع المعيده دي عن الافكار اللي عندي، وان احنا نعمل اويرنس، وان احنا نبدا نتكلم عن الطب البيطري، وننزل مثلا في المولز، وننزل في الاماكن العامه نتكلم ونوعي الناس، ونروح مكتبه اسكندريه نوعي الطلبه، لان ده مش بيحصل. فالمعيده دي بدات تصدق فيا وتصدق في اللي انا عايزه اعمله. ووقتها الاسرتين دول كان في ناس منهم بداوا يبقوا صحابي، واللي هم الناس عارفين اللي هم الناس الكويسه قوي، في منهم دلوقتي حد هي شي از ماي بيست فريند يعني. فبدات ان انا اتكلم معاها، وهم بداوا يحسوا ان انا بعمل حاجه، فايه ده، طب شيماء احنا عايزين نبقى معاكي. لما هم بداوا ان انا يحسوا ان انا بعمل حاجه تغيير، ومعايا برضو معيده ومش عارف ايه، فاللي هو طب احنا عايزين نبقى معاكي كده ونشوف اخره الموضوع ايه، عشان شكلك هتعملي قلق. وانا بقيت الليدر على الاكتيفيتي ده، وما كانش حد عمل ده قبلي. ومن هنا بدات القصه، وبدات ان انا اتشهر في الكليه، وبداوا ان هم يبقوا صحابي، وناس منهم تبقى صحابي، وان انا اعمل تغيير. وفي ناس منهم كانت بتكرهني لان انا خدت منهم السيم بتاعه الكليه وبنت يعني ازاي. المهم ان انا في سنه ثالثه بدات، في سنه اولى وثانيه بدات اعرف عن المنح الدراسيه، وبدات ان انا احس ان انا عايزه اقدم على منح، وعايزه اكمل دراستي بره. وقتها كمان كان حصل لي دروب كده معين، الناس اللي في طب بيطري تبقى عارفه اللي حصل لي، بس انا مش حابه احكيه يعني ان بابليك دلوقتي.
بس اتظلمت ظلم كبير قوي، يعني اتظلمت ظلم كبير، ظلم اللي هو انا كنت بدعي ربنا يرد لي حقي، والحمد لله يعني ربنا بجد اداني كتير قوي في حياتي، انه الظلم ده يعني مش فاكراه اصلا دلوقتي وخلاص، الناس دي مش في دماغي اصلا. المهم ان انا بدات اعرف عن المنح الدراسيه وقدمت على المنحه التركيه. كنت بقدم بقى على منح في يو اس وكده، وكنت بترفض وكنت بقعد اقدم واترفض وفي منكم اكيد بيحاول يقدم على منح وبيحس اللي هو انا قدمت مره واترفضت خلاص مش هقدم تاني. انا كنت بروح يعني اللي هو بروح كل الايفنتس اللي بتتكلم عن المنح، بحاول اتعرف على ناس من الناس اللي بتتكلم على المنح، يعني اللي هو بجد كنت قاتله الموضوع بحثا لحد ما قدمت على المنحه التركيه طب بيطري واتقبلت. ورحت درست هناك اول يعني درست سنه كامله التركي، اللي هو ابقى فلوينت، يعني انا بتكلم تركي فلوينت، مش بحتاج ان انا مثلا اسمع ترانسليشن وكده في المسلسلات، لحد سي 2 ليفل. وقتها مامتي، وده وقعه تانية حصلت لي من الصفر، مامتي تعبت تعب جامد جدا وكان لازم ارجع لان انا كنت البنت الكبيره والمسؤوله وكلمتكم يعني عن ده. فكان وقتها لازم ارجع بعد ما خلصت يعني خلصت سنه التركي، وحرفيا كنت مكتئبه جدا. يعني انا السنه دي غيرت حياتي، ولحد دلوقتي انا السنه دي بجد ممتنه لها، ممتنه للثقافات اللي انا اتعلمت فيها هناك، ممتنه لصحابي اللي انا عرفتهم هناك. فلما رجعت كان قدامي ان انا اكمل في طب بيطري تاني مع كل الظلم اللي انا شفته فيها. فقررت ان انا قعدت كده ترم هناك، وكنت وقتها بدرس تركي، يعني كنت وقتها بدرس تركي، وبدات ان انا اعمل ستارت اب بتعرف البنات عن المنح وعن السفر. وقلت لا، انا مش هكمل في الكليه دي، انا بجد عايزه، عرفت بقى عن الامم المتحده وكده، وقلت انا عايزه احول من الكليه دي. وبصراحه اهلي سبورتد مي في القرار ده بعد 3 سنين وسنه منهم في تركيا. وهم شافوا الظلم اللي انا اتظلمته يعني في المكان ده. فحولت للغات وترجمه تشاينيز وسبانيش، على اساس انه انا يعني اللغات والترجمه هتخليني اقرب لان انا يعني اشتغل في المجال التنموي ده، مش مجال التنميه البشريه بس عشان ما تحطونيش في الحته دي، المجالات اللي بتشتغل في تنميه المجتمع زي في مجالات الامم المتحده وتمكين المراه والشباب وكده. فبدات ان انا آه، نقلت كليه جديده باصعب لغه في العالم. كنت بشتغل وقتها، كنت بشتغل ازاي ان انا الحد اللي انا كنت بعمل عنده الايفنتس للستارت اب بتاعتي، ممكن ابقى احكي لكم عنها اكتر، يعني هي ما بقتش مكمله، بس وقتها كنا بننزل محافظات وبنعمل ايفنتس للبنات وبنعمل لهم كامبس كانهم سافروا منح، فبنعيشهم في اليوم ده. وانا كنت عندي بقى بنات تانيين صحابي اخدوا منح برضو، اتعرفت عليهم. عارفين اللي هو بجد انا بقيت صاحبه الناس دي، اللي هو كنت بحلم في يوم وانا في اولى كليه، اللي هو كنت ببقى متابعاهم على السوشيال ميديا وبقول هو انا ممكن في يوم ابقى صاحبه الناس دي. بقيت صاحبتهم وبقوا صحابي ولحد دلوقتي هم صحابي. فكنت بعمل كوميونتي او مجتمع من البنات دي ان هم يدعموا البنات التانية ويعرفوهم اكتر عن المنح الدراسيه وكده. فالكووركينج سبيس او المكان اللي احنا كنا بنعمل فيه الايفنتس، الحد الفاوندر بتاع المكان ده شافني وشاف ان انا بعرف اعمل ايفنتس وبتكلم قدام الناس وكده، فقال لي كنت وقتها كمان بعمل في المكان ده كورسز التركي بتاعتي وبدرس تركي وكده، وكان بيدخل لي فلوس كويسه. انا بس بوريكم ان اصغر الحاجات انت ممكن تعملي منها حاجه. فوقتها قال لي شيماء تعالي اشتغلي معانا ايفنت كوردينيتور. ولا كنت اعرف يعني ايه ايفنت كوردينيتور، ولا كنت اعرف اي حاجه عن المجال ده، ولا كنت اعرف اي حاجه عن مجتمع رياده الاعمال، ولا مفيش، يعني ما كنتش اعرف. كل اللي اعرفه ان انا بشوفهم على السوشيال ميديا، يعني بتابع الايفنتس اللي بتحصل وكده. وبدات ان انا دخلت واتعلم وكنت باخد مرتب. على فكره انا وانا في طب بيطري اشتغلت في صيدليه كنت باخد مرتب 600 جنيه. ويوم يعني عمري ما هنسى ان انا يوم ما زودني اداني 700 جنيه، عشان انا كنت عايزه انزل واشتغل. وانا في طب بيطري كنت بنزل تدريبات في شركات مالتي ناشونال، وكنت بنزل في صيدليه. حرفيا ما كنتش بقعد في الصيف، اللي هو كنت بجد وبشارك في وكل ده وانا ماسكه الستودنت اكتيفيتي ده وبنزل، يعني ما كنتش بقعد في بيتنا حرفيا. وده علمني حاجات كتيره قوي. يعني عارفين اللي هو الاغنيه بتاعت انا ستوبل، انا كنت بجد طول الوقت زي القطر انا مكمله. ده هلكني في حاجات بس علمني كتير قوي، خلاني ان انا شخصيتي دلوقتي بالثقل ده، خلاني لما انا اتجوزت حاسه انه انا لما هربي عيالي لا هبقى عندي معلومات وخبرات في الحياه كبيره قوي حتى لو قررت ان انا اقعد في البيت. المهم ان انا بعد كده كملت شغل في المكان ده واخدت منحه عن الانتربرينورشيب. ويعني هو الشخص ده عرفني فقال لي ايه رايك ان انت تشتغلي معانا، فبدات ان انا اشتغل في المكان ده واعمل ايفنتس وبعدين كان مجتمع رياده الاعمال يعني دايما في القاهره، فبدات ان انا اجيب الناس دي من القاهره وان انا ادخلهم في المجتمع بتاع اسكندريه، ان هم يعني يعرفوا الناس اكتر عن رياده الاعمال. وكنت بشوف الناس دي فانا عايزه ابقى زي الناس دي، انا عايزه اتعلم منهم، فليه ما اجيبهمش اسكندريه.
واخدت في الوقت ده سكولرشيب منحه تانية في اليونان تبع الاتحاد الاوروبي عن رياده الاعمال وعن الارت. وبعد كده كان في شركه كبيره قوي بتتكلم عن دعم المراه وكده في القاهره، فالشركه دي المديره هناك شافتني لما جت لنا اسكندريه، فقالت لي ايه رايك، كان وقت كورونا، ايه رايك تشتغلي معانا اونلاين؟ فبدات ان انا اشتغل اونلاين معاهم، وما كنتش اصدق وقتها. يعني كان وقتها حرفيا اللي هو انا كنت بقعد اقول انا ازاي هشتغل في القاهره، انا اصلا لسه بدرس، ما عنديش اي ريسورسز تخليني اشتغل في القاهره. كان الحمد لله معايا عربيه، فكنت اللي هو ممكن اروح واجي في نفس اليوم، بس انا بدرس لسه، انا لسه في الكليه، يعني اخري ان انا هقعد اشتغل في اسكندريه. وفعلا اشتغلت في القاهره، اشتغلت في شركات بعد كده اكبر، اشتغلت في اورجانيزيشنز اكبر، وبقيت بليد تيمز، واللي هو حرفيا انا والله العظيم انا كان بيجي عليا ايام كنت بخلص الامتحان اروح القاهره وارجع في نفس اليوم، انتوا متخيلين؟ كان في اوقات تانية بجد انا كنت ببقى مش عارفه انا لو رحت القاهره محتاجه الاقي بيت هناك 3 ايام عشان خاطر ارجع تاني. وكنت بجد اللي هو بتعرض برضو، الموضوع ما كانش سهل خالص. يعني انا حرفيا اللي هو نقله القاهره دي كنت الاول اللي هو انا الاول ماشي محتاجه اشوف ناس اعرفها مثلا اقعد معاها، وبعدين طب خلاص انا هيبقى عندي سكن في القاهره عشان وقت ما انا اعرف بقى صاحبه المعيدين بتوعي في الكليه، اللي هو لو ممكن ان هم يظبطوني شويه في الغياب ومش عارف ايه، عشان انا وانا في القاهره اعرف اروح الشغل. فكنت بروح اسبوع هنا واسبوع هناك، ويعني ربنا وعدني برضو بمديرين كانوا بيقدروا شويه ظروفي وشايفين قد ايه انا شاطره وقد ايه ان انا فعلا لو حتى بشتغل من البيت فانا بدي. ف... فكنت بروح واجي، وبعدين بدات ان انا اخد شقه في اوضه مع حد عشان يبقى عندي بيت في القاهره. وبعدين لما اتخرجت عرفت ان انا ااجر استوديو لنفسي، وكان في مكان حلو قوي، فكان ده بالنسبه لي بجد اتشيفمنت ان انا بقى عندي بيت في القاهره بتاعي. وواحده واحده المرتب بتاعي بدا يعلى، واحده واحده الحمد لله اتخرجت وانا عندي وانا جبت جيد جدا. وفي الطريق على فكره كانت في ناس بتقلل مني بشكل انتوا مش فاهمينه، يعني والله العظيم اتعرضت لكميه حاجات، يعني اللي هو ممكن ناس تبقى، واكتشفت بعد كده الناس ساعات بتقلل منك عشان هي غيرانه منك، يعني اللي هو انت ازاي مش خريجه نفس الجامعه بتاعتنا، مع ان انا كنت خريجه جامعه خاصه في اسكندريه، جامعه معروفه جدا، بس بتوع القاهره مش عارفينها. فكان اللي هو انت ازاي مش خريجه نفس الجامعه وبتشتغلي الشغل ده وبتعملي كل ده، ازاي ان انت عارفه تعملي ايفنتس بالحجم ده واحنا نفس الحاجه. اكتشفت بعد كده ان ساعات الناس بتقلل منك عشان خاطر هم غيرانين منك، مش يعني مش بيبقى العيب فيكي. انا ده اللي اكتشفته، انا كنت فاكره ان انا العيب فيا، طب ما انا الحمد لله بقيت بعرف البس حلو، بقيت بعرف اتكلم حلو، بقيت ساعات مش بيبقى العيب فيكي، ساعات بيبقى ان الناس شايفه ان انت ازاي تبداي من الصفر، او ان انت ازاي تبقي مش في نفس المستوى الاجتماعي وتعملي زينا وتوصلي زينا، احنا كوميونتي مقفوله على بعض. لا هو بجد مش العيب فيكي، لا هو العيب في الناس دي، وده اللي انا توصلت له بعد كده. هعمل لكم فيديو على الثقه في النفس يعني بعد كده عن الموضوع ده. بس اللي عايزه اقوله لك انه بدات اشتغل في اورجانيزيشنز اكبر، بدات ان انا اكبر في شغلي، بدات اليد تيمز، بدات ان انا في شركه من الشركات انا بنيتها مع الفاوندر فروم سكراتش، دخلت لها فلوس كتير جدا. فده وصل لي لحاله من البيرن اوت. يعني ايه بقى بيرن اوت؟ يعني احتراق نفسي. كنت خلاص انا بجري بقالي حوالي 8 سنين عماله اجري اجري اجري، وفي النص نسيت نفسي. في النص انا نسيت هو انا بعمل كل ده لمين، وبعمل كل ده لايه، وليه. انا ما تغلطوش غلطتي بقى اللي انا عملتها في ان انا كنت دايما ساعات ممكن السالري بتاعي الحمد لله كان واصل حته كويسه، بس اللي هو انا برضه ان الناس تقلل مني، او برضه ان انا مش في نفس لا انا طول الوقت اقل، او انا طول الوقت خايفه ان انا اعمل حاجه بتاعتي. ناس كتيره قوي حواليا كانت بتقعد تقول لي يا شيماء اعملي حاجه بتاعتك، وانا شايفه ان انا لسه ما وصلتش للحته بتاعت ان انا اعمل حاجه بتاعتي. فده برضه كان بيعطلني كتير قوي. يعني مثلا لما جيت بدات سوشيال ميديا، يعني انا عمري ما هصدق يا جماعه، انا بدات سوشيال ميديا في شهر 12، قلت لنفسي انا هبقى كونسيستنت، انا هبوست كل يوم. لقيتني على تيك توك يعني الحمد لله انا واصله على 30,000 فولور. يوتيوب برضو قلت انا هبقى كونسيستنت وهنزل اول فيديو، انا مش ما صدقتش اصلا ان انا وصلت له في يوتيوب. ليه؟ عشان بجد بدات في الحاجه وخلاص، بدات في الحاجه وخلاص، وقلت يولع كل الناس تولع، محدش نافعني باي حاجه، محدش بجد بقى يعني. الحمد لله بقيت بعمل براند ديلز، بقيت بجد بقيت بفيدكو، بقيت في حاجات كتيره قوي. بدات في الحاجه وخلاص، بدل ما انا كنت خايفه وخايفه ابدا. و... وانا عمري ما عشت دور الضحيه. يعني لو في حاجه برضو هقولها لكم جنب موضوع الصحاب، ان انا كنت دايما بقول لا انا هكمل، لا انا هقوم. ودي حاجه بجد حاجه ساعدتني قوي، ان انا كل ما بقع كنت بقوم بجد، لدرجه ان انا الثيرابيست بتاعتي كانت بتقول لي كفايه ستوب، عادي انك عادي خالص ان احنا نقع شويه، عادي خالص ان احنا بجد نقع شويه. انا كنت بفضل طول الوقت بكمل. فده وصلني لحاله من البيرن اوت، بدات فيها ان انا اشوف هو انا بعمل ده لمين، بعمل ده لايه،
اكونكت مع نفسي، احس ان انا مش في سباق مع حد. بجد انا مش في سباق مع حد خالص. يعني اعملي اللي انت عايزاه، يعني مش لازم ابقى ماشيه على خطى ناس معينه، مش لازم خالص. بجد اللي هو لو انا بحب حاجه معينه انا هبقى نفسي، انا قررت ان انا ابقى نفسي. انا بجد عايزه ابقى كونكتد لماي فيمينين سيلف، وده اللي عايزه اقوله لك. لو انت مستريحه في ان انت مش بتعملي حاجه، خلاص اتس اوكي. بس اعرفي ان انت هتقفي في مكانك. يعني انا عمري ما هبقى حاسه ان انا مش عايزه اعمل حاجه خالص. يعني حتى لو انا قعدت في البيت، زي ما كنت بقول لكم، انا حاسه ان انا هبقى عندي ثقل من المعلومات ان انا اديه لاولادي بعد كده. بس اكيد هبقى حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه. وده مش معناه ان انت لازم تبقي بتشتغلي طول الوقت. يعني انا بحس ان انا عادي، انا ممكن اقعد في البيت فتره، بس وانا قاعده في البيت هبقى بطور من دماغي. هبقى دماغي دي انا طول الوقت عايزه ابقى منتلي احسن، ابقى في مكان احسن. فانا بحس انه بجد ولسوف يعطيك ربك فترضى. اسعي. ابدأي من حاجات من الصفر. اشتغلي مودريشن يا ستي، اشتغلي اتعلمي من على موبايلك. في تشات جي بي تي دلوقتي ممكن تسأليه بجد تعملي ايه لو انت معكيش اي حاجة. اتعلمي الاي اي دلوقتي بجد. تشات جي بي تي ده انت لازم تعرفي تتكلمي مع الاي اي. ما تقوليش انا مش هعرف انجلش، اصلا من الضعف ان انت ما تعرفيش انجلش. لو احنا مسلمين ملوش علاقه بالهويه وملوش علاقه بالاسلام وملوش علاقه باصل انا، لا انا هتكلمي معايا عربي. لا، هو انت اصلا دلوقتي دي القوه العظمى. فانت مهم قوي ان انت تبقي بتتعلمي انجلش عشان تعرفي تكونكت مع الناس دي، عشان تعرفي تتكلمي بلغتهم، عشان تعرفي اصلا توصلي لهم، عشان ما نبقاش احنا ضعاف. فمهم انك تتعلمي لغه، مهم انك ممكن تشتغلي بجد. ابدأي مثلا لو انت تشتغلي سوشيال ميديا مودريتور، برد على المسجز، هاخد الفلوس اللي هتجيلي هانفست في نفسي. هتعلم مثلا حاجات كورسز اونلاين، بس مثلا ممكن واحده واحده ابدا احوش اجيب موبايل احسن. واحده واحده احوش اروح احضر كورس ممكن يعرفني على ناس، يخليني انتورك مع ناس توديني في مكان احسن. واحده واحده ابدا اظبط لبسي واشوف هي البنات بتلبس ازاي احسن. مش اقارن نفسي بيهم، لا انا واحده واحده بابجريد نفسي، بخلي نفسي احسن عشان نفسي، مش عشان حد، مش عشان بقارن نفسي بحد. علشان بجد ده هيخليكي ثقتك بنفسك تعلى. ان انت طول الوقت بتطوري من نفسك، ان انت شايفه انت كنتي فين وبعدين بقيتي فين، فتقارني نفسك بزمان مش بدلوقتي. حاجه كمان عايزه اقولها لك، انه كل ما بتزودي من عقلك، كل ما بتطوري من نفسك، شريك حياتك اللي هيجيلك شبهك. يعني طريقه تفكيرك في مين الشخص اللي هيبقى معاكي في حياتك هيبقى شبه الفيرجن اللي انت عليها. فما تتوقعيش ان انت عايزه حد هاي فاليو مان وانا لسه واقفه في نفس الحته. دي حاجات كلها بجد مهمه قوي. انا كنت دايما ببقى شايفه ان انا الستوري بتاعتي ممكن تنسباير بنات كتير، فاول مره ان انا احكيها كده بالتفاصيل، وحكيت فيها حاجات بجد انا عمري ما حكيتها. بس ولسوف يعطيك ربك فترضى. بجد انا في حاجات كتيره قوي عمري ما كنت اتخيل انها ممكن تبقى عندي دلوقتي. الحمد لله بجد، الحمد لله على كل حاجه انا واصله لها. الحمد لله على ان انا عليت من نفسي وعليت من المستوى الاجتماعي بتاعي، وببقى فخوره قوي ان انا هعيش عيالي في حاجات انا كنت اتمنى ان انا اعيشها، بس بخبره كل ده. فحاسه ان انا هبقى قادره كمان ان انا اكون ام كويسه، وده جزء من دورنا كبنات عادي جدا. ف... فاللي عايزه اقوله لك انه عادي انك تبداي من الصفر 100 مره. وعادي انك لما هتبداي من الصفر هتلاقي ناس كتيره قوي بتحاربك، وناس كتير بتقلل منك، وناس كتير بتوقفك. بس سدي ودانك، يعني حاولي ان انت تعملي كده وتكملي زي القطر. وما تنسيش نفسك، ما تعمليش زيي وتنسي نفسك في الطريق وتقللي من نفسك طول الوقت. بصي على نفسك انت كنتي فين وبقيتي فين، واعرفي انه لو انت شخص بيبدأ من الصفر او فروم سكراتش في اي حاجة، بجد دي حاجة كبيرة قوي قوي قوي، وحاجة تخليكي تسقفي لنفسك 100 مرة. بس اخر حاجة عشان انا حاسة ان انا طولت عليكم قوي، بس الفيديو ده على قد ما هو كان تقيل قوي 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 وفكرني بحاجات كتير، فكرني بلحظات حلوة، وفكرني بوجع كتير قوي قوي قوي، يعني مش هدمع. فكرني بناس اذتني، بناس ظلمتني، بس انا كملت، انا وصلت لهنا. انا الحمد لله بقيت بعرف اسافر مش بس منح. انا الحمد لله بقيت بعرف البس من البراندز اللي انا كنت بحس ان انا ممكن ما البسهاش. الحمد لله ان انا بقيت بعرف اجيب حاجات كتير. الحمد لله ان انا بقيت فاهمه نفسي اكتر، بقيت مختاره نفسي، بقيت عادي ان انا ما بقاش وسط ناس معينه. بس اهم حاجه ان انا ابقى واصله لسلامي النفسي. فاللي عايزه اقوله لكم يا بنات انه خلي الطفله بتاعتك تشكرك. يعني خلي الطفله بتاعتك، الطفله الصغيره. يعني انا حاسه دلوقتي وانا بعمل الفيديو ده انه شيماء اللي كانت في ابتدائي
الصغيره فخوره قوي 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 بشيماء دلوقتي، وبتقول لها شكرا ان انتي حاربتي عشان. بس كده. متنسوش تعملوا سبسكرايب وكومنتس، وأوعدكم ان الفيديو الجاي هيكون ألذ. بس كان مهم قوي 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 ان انا اقولك انه عادي انك تبدأي من الصفر. باي.